ازيكم يا متابعينا الجمال في حلقة جديدة من سلسلتكم الفنكوش. اهلا بيكم. حلقتنا النهاردة عن اكتر حاجة شاغلة الناس في الوقت الحالي وهي الفلوس. تخيل ان الفلوس عبارة عن لعبة، وده اللي احنا هنعرفه في الحلقة النهاردة. يلا بينا. تخيل ان انت بتلعب لعبة عبارة عن مراحل، وكل مرحلة لما تعديها هتاخد عليها فلوس. فيا ترى هتتقنها ولا لا عشان تاخد كل مرحلة فلوس غير التانية؟ فهنعرف ده دلوقتي. لعبة الفلوس هي لعبة مكونة من 3 مراحل. أول مرحلة اسمها مرحلة الأمان المالي. إيه هي مرحلة الأمان المالي دي؟ القصة أنت بتشتغل في وظيفة يومية، بتاخد أجر يومي أو شهري على الوظيفة دي، ولو من غيرها مش هتعرف تعيش. يعني القصة إن أنت لو أنت قعدت يوم في البيت أو كذا يوم، فالقصة إن أنت كده مش هتاخد الأجر اليومي بتاعك. فبالتالي دي الأمان المالي اللي هي بتوفر احتياجاتك الأساسية من أكل أو شرب. تاني مرحلة هي مرحلة الاستقلال المادي. الاستقلال المادي يعني ايه؟ يعني ان انت بيكون عندك اصول. الاصول دي عبارة عن ان انت عندك مثلا شقة بتأجرها او حاجة بتدر عليك دخل، ممكن مثلا شهادات استثمار في البنك، فهي بتدر عليك دخل من غير ما تشتغل. بس القصة ان هي لو انت عندك حاجة قليلة هي دي الاستقلال المادي، يعني عندك شقة واحدة للإيجار حاجات زي كده. فده بيوفر لك فلوس قليلة، بحيث ان انت لو قعدت في البيت في حاجة تصرف على احتياجاتك الأساسية، لكن مش هتصرف على رفاهياتك. تالت بقى مرحلة وأهم مرحلة هي مرحلة الحرية المالية. الحرية المالية دي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن إن أنت بيكون عندك أصول كبيرة جدا، يعني مثلا شركة كبيرة، عندك عمارة بتأجر وبتبيع فيها. فالقصة إن الحاجات دي بتدر عليك دخل وأنت نايم، يعني وأنت قاعد في بيتك نايم هتلاقي فلوس بتجيلك. فممكن تصرف على أساسياتك واحتياجاتك المالية، كمان بتصرف على رفاهياتك. فاحنا ده اللي احنا بنسعى ليه دايما. طبعا مش كل الناس بتوصل للموضوع ده، بس هو دي الاعلى، التوب، اعلى حاجه في اللعبه دي هي الحريه الماليه. الكلام ده مش كلامي انا، لكن كلام كتاب مهم جدا لرياده الاعمال اسمه المال اتقان اللعبه. اشجعكم ان انتوا تقروه. كمان الكتاب بيقول حاجه مهمه جدا، ازاي ان انت تستثمر فلوسك او ازاي ان انت توفر جزء كبير من دخلك، وانا هقول دلوقتي بعض النقط دي. اول حاجه هي الادخار. بيقولك ان انت اول ما تاخد مرتبك تشيل 10% من المرتب على جنب، ممكن تشيل اكتر، لكن القصه ان في 10% من المرتب يتشال كانه مش موجود في المرتب، وتعيش بباقي المرتب عادي. فبالتالي هتدخر جزء من الفلوس كانه مش موجود في المرتب ده. تاني حاجة قالها الكتاب إن أنت ممكن تغير اللايف ستايل بتاعك أو نظام حياتك. استخدم الحاجات اللي توفر على قد فلوسك. إزاي؟ بدل ما تشتري أغلى موبايل مش قد فلوسك، اشتري موبايل معقول مناسب للقيمة المالية اللي عندك. كمان ممكن أنت لما تروح مطعم ما تروحش أغلى مطعم كل يوم، ممكن تروح كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، بحيث إن أنت توفر على قد الفلوس الإمكانيات اللي معاك، توفر الفلوس المناسبة لاحتياجاتك الأساسية. تالت حاجة قالها الكتاب، قال تجنب الديون. ازاي تعمل ده؟ ان انت مثلا الحاجات اللي بتشتريها بالتقسيط قلل الحاجات اللي بتشتريها بالتقسيط، بحيث ما يبقاش عندك دين دائم وراك. والحاجات اللي انت بتشتريها بالكريدت كارد برضه حاول تقللها، لان دي ديون عليك، فبالتالي هتبقى عايل هم دايما ان انت يبقى ازاي توفر احتياجات الديون دي. واخر حاجه قالها الكتاب ان انت تحاول ان انت تنشئ مشروعك الخاص. انا عارف ان الظروف صعبه في الفتره الحاليه، بس هو دي الحاجات اللي بتساعدك في تحقيق الحريه الماليه. هنحاول ان احنا نحقق الحريه الماليه دي. وبكده تكون نهايه حلقتنا. اشجعكم دايما ان انتوا تقروا كتاب المال اتقان اللعبه. شكرا، واشوفكم في الحلقه الجايه من الفنكوش.